بيبدأ الأنمي بتاعنا بمجموعة من الجنود بيبقوا قاعدين مع بعض، وفجأة بيدخل عليهم جندي من الجنود بيبقى اسمه جريفن، والمفاجأة إن هو على طول بيروح يمسك سلاحه وبيقلب على زملائه فجأة، وبيبدأ إن هو يضرب فيهم بالرصاص بشكل هستيري، والكل مش فاهم إيه اللي حصل. لكن في 2 من الجنود بيقدروا إن هم ينجوا من الرصاص، وواحد منهم بيقدر إن هو ياخد السلاح ويضرب على جريفن في رجله يصيبه، وساعتها جريفن بيقع على الأرض وبينطق بكلمتين غريبتين: بنانا فيش. الكلمة دي هتبقى مفتاح اللغز اللي هيقلب حياة البطل رأسا على عقب. بعد كده بنروح على نيويورك، المدينة اللي مليانة عصابات وسلاح ومخدرات، وهناك بنقابل بطلنا آش، شاب صغير في السن بس قائد عصابة كبيرة، قوي ذكي ووشه جميل بس جواه جحيم. آش بيعيش في عالم مظلم وظالم متحكم فيه زعيم عصابة اسمه دينو غوزلين. المهم بيبقى آش ماشي في أحد الأيام وبيقابل شخص مصاب وخلاص بيموت. ساعتها الراجل ده بيسلمه أنبوبة صغيرة فيها مادة غريبة، وقبل ما يموت بيقول نفس الكلمة الغامضة: بنانا فيش. آش بيبدأ يشك إن في سر كبير ورا الكلمة دي وبيقرر يدور وراها بنفسه، ولكن فجأة بيظهروا 2 وبيتفاجئوا من وجود آش لأنه بيكون الزعيم بتاعهم. بيخافوا جدا وبيعترفوا له إن اللي عمل كده هو الزعيم دينو. ساعتها لما بيسمعوا صوت عربيات الشرطة بيخافوا جدا وبيطلعوا يجروا، وساعتها آش بيقول لهم إن هو هيتكلم مع الزعيم. وبيروح تاني يوم آش يتكلم مع الزعيم، لكن فجأة آش ما بيعجبوش كلام الزعيم وبيقلب الترابيزة، ولكن ساعتها بيدخلوا الحراس وبيثبتوه مكانه، ولكن الزعيم بيقول لهم يفضلوا بره. ساعتها آش بيقول للزعيم: انت وعدتني ان انت مش هتقتل حد تاني، لكن الزعيم دينو بيعرفه ان هو عمل كده خارج عن ارادته وانه كان لازم يعمل كده لمصلحة المنظمة. والزعيم ساعتها بيفكره وبيقول له: ما تنساش زمان، ده انا اللي جبتك من الشارع وربيتك. ساعتها بيروح الزعيم وبيقف في المشتل بتاعه، ولكن فجأة بيدخل عليه الدكتور وبيقول له ان الشيء المهم اتسرق، بس اللي محدش كان متوقعه هو اللي حصل بعد كده، وان البطل بيكون معاه العقار اللي اتسرق. بس ظهور الشخص ده غير مجرى الاحداث بالكامل، والشخص ده بيكون جريفن اللي شفناه قبل كده في الحرب، اللي قتل زمايله ولكنه اتصاب في رجله. والمفاجأة ان هو بيكون اخو آش الاكبر. ولكن في نفس الوقت ده بيظهر شخص ياباني اسمه ايجي، شاب طيب جدا جاي من اليابان مع مصور صحفي اسمه ايبس عشان يعملوا تقرير عن عصابات الشوارع في امريكا. بعد كده آش بيجمع العصابة وبيحذرهم ان هم يعملوا حاجة من وراه، لكن بيبقى في شخص فيهم اسمه ارثر، وده بيكون بيكره آش ونفسه يدفعوا ثمن اللي عملوا فيه. وبعد كده بيروح آش للطبيب وبيسلمه جزء من العقار وبيطلب منه يعرف ايه هو الشيء ده بالظبط. وبعد كده بيروح آش لدينو اللي بيكون شاكك ان هو خد العقار من الشخص اللي مات، وبيسأل آش وبيقول له: وانت فعلا ما خدتش حاجة من الشخص ده؟ ساعتها آش بكل ثقة بيقول له لا. بعد كده بنشوف إيجي وإيبس بيوصلوا للمكان الموجود فيه عصابات كتير، وللمفاجأة بيكون المكان ده هو مكان آش. ساعتها بيطلبوا من آش ان هم يصوروا المكان، ولكنه بيحذرهم ان هم يصوروا وش اي حد. فجأة إيجي بيبص على السلاح وبيتفاجئ اول ما بيشوف، وبيطلب من آش ان هو يمسك السلاح. فكل الموجودين بيتفاجئوا لان لما حد قبل كده طلب من آش الطلب ده قطع ايده، ولكن للمفاجأة آش بيديله السلاح وبيخليه يمسكه. فجأة آش بيجيله اتصال والشخص اللي بيكلمه بيقول له يهرب من المكان حالا، ان ارثر جمع العصابة وجايين عليه. فجأة بيدخلوا مجموعة كبيرة من الشباب وبيبقى معاهم اسلحة وبيبدأوا ان هم يكسروا في المكان، وبتحصل معركة كبيرة جدا. لكن على مين؟ على مين؟ ده آش المتين، يا عيني عليهم دول غلبانين. آش وسيم بس في الضرب غشيم، واللي هيجي يصاده هيركبوا التنين. لكن الشرطة بتيجي وبيضربوا نار عشان يوقفوا اللي بيحصل، ولكن في اللحظة دي بيجي واحد وبيثبت إيجي، ولكن على مين؟ الطفل الصغير بيمسك الإزازة وبيديله في دماغه، بيضربوا ضربة قوية بيخلص عليه، وبيطلعوا يجروا ولكن بيجري وراهم 2. بيشوفهم آش بس بيهجم على آش 2، ولكن على مين؟ ده آش المتين، وبيجري وراهم عشان يمسكهم ولكنه ما بيقدرش. ولكن الوضع بيولع، وسط الزحمة دي بيتخطف إيجي وصاحبه سكيب على ايد مجموعة مسلحة. آش اول ما بيعرف وشه بيتحول بيولع الدنيا، بيطلع المسدس وبيقول بصوت ثابت ومليان غضب: اللي مسي إيجي وسكيب هيدفع الثمن غالي جدا.
وبنشوف وونج صديق بطلنا واقف مع 2 من رجالته وبيطلب منهم يتجمعوا ويجمعوا باقي الفريق عشان يبحثوا عن أرثر ورجالته. وعلى الجهة التانية عند آش اللي بيكون وصل للمكان المخطوف فيه إيجي وسكيب، وفي الوقت ده بيخرج أرثر وبطلنا بيسألوا عن مكانهم، ولكن المفاجأة إن الباب بيتفتح وبيخرج مارفن ومعاه إيجي وسكيب، وبيكونوا عايزين يقتلوا إيجي قدامه، ولكن بطلنا بيسلم نفسه ليهم وبيرمي السلاح على الأرض، ولكن أرثر الحقير بيقرب منه وبيوجه له لكمة قوية جدا، وبعد شوية بيكتفوا بطلنا وبيرموه في المخزن. وبيجي مارفن الحقير وبيبدأ ان هو يعذب آش، وبعد كده بياخدوه وبيرموه جنب إيجي وسكيب، وبيكون بطلنا آش متدمر من كتر الضرب، ولكن إيجي بيمسك اللفافة وبيلفها حوالين ذراع بطلنا. وبعد شوية بيدخل عليهم مارفن الحقير وبنكتشف ان هو شاذ جنسيا، وبيكون بيحب بطلنا وبيكون بيعمل معاه حاجات فظيعة في طفولته، وبيكون عايز يعمل كده دلوقتي، وبطلنا بيخدعه وبيقول له تعالى، وبالفعل لما بيقرب منه بيمسكه وبيكسر عظمه. بعد كده ال3 بيهربوا، ولكن الحراس بيشوفوهم وبيجروا وراهم، ولكن المفاجأة ان هم بيوصلوا لطريق مسدود وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه. يجي بيروح وبيمسك ماسورة وبيخلعها وبيكون عايز يمسكها ويجري وينط بيها من فوق السور ده. بتكون دي فكرة مجنونة، وآش وسكيب بيحاولوا ان هم يمنعوه، ولكنه بيقول لهم ما يقلقوش عليه، كل مهارة بيجري وبيقدر ان هو يعمل كده. ولكن المفاجأة ان هو بينزل على خشب وإزاز وبيتجرح في دراعه جرح قوي جدا. بيوصل مارفن ومعاه العصابة وبيمسكوا بطلنا وسكيب وبيدوهم علقة موت، وبيكونوا عايزين ينقلوهم من المكان ده. وبيكون إيجي بيحاول يتصل بالشرطة ولكنه ما بيقدرش، وبيترمي على الأرض والشرطة بيشوفوه، وبيتنقل للمستشفى وبيشوفوا الضابط تشارلي هو والضابط التاني، وبيعرفوا إن سكيب وبطلنا في رصيف الميناء النهر الشرقي. وبنرجع مرة تانية للمينا وبيكونوا خلاص بيجهزوا العربيات عشان يهربوا، وبطلنا بيطلب منهم يسيبوا سكيب وياخدوه هو، ولكنهم مش بيهتموا وبياخدوا بطلنا عشان يركبوا العربية، وبتحصل ما بينهم مشادة كبيرة جدا. ولكن المفاجأة ان بيوصل وونج صديق بطلنا هو والرجالة، وبتحصل معركة كبيرة جدا بينه وبين رجال دينو. ولكن المفاجأة الأكبر إن الشرطة هي كمان بتوصل وبتحصل مواجهة كبيرة جدا، ولكن بتيجي فرصة لمارفن إن هو يقتل بطلنا، ولكن بيجري سكيب وبيكون عايز ينقذ آش. ولكن المفاجأة الأكبر لما مارفن بكل قسوة بيخلص على سكيب، ساعتها بطلنا بيتجنن وبيجري على سكيب يشوفه حي ولا ميت، ولكن في اللحظة دي كل حاجة وقفت، الزمن نفسه اتجمد، ان الطفل اللي ملوش اي ذنب بيموت قدامه وهو ما بيقدرش يعمل له اي شيء. ساعتها آش بيقرر ان هو ينتقم من مارفن ويخلص عليه، وبينطلق بالفعل عشان يقتله، وبتحصل ما بينهم مطاردة ولا في الخيال، وبيوصلوا البيت معين وبيدخل بطلنا عشان يخلص على مارفن. ولكن تخلص على مين يا متين؟ ده مارفن قابل وجه كريم، لكن المفاجأة الحقيقية كانت لسه جاية، وإن السلاح مرمي جنبه والشرطة بتوصل وبتقبض على بطلنا لأنه هو المشتبه الوحيد. وبيحاول آش إن هو يفهمهم إن مش هو اللي عمل كده، ولكن المحقق إيفا مش بيسمع له وبياخده معاه، وبالفعل بياخده معاه لغرفة التحقيق وبيفضل يستفزه لدرجة إن آش بيتعصب وبيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن بيمسك نفسه في آخر لحظة وبيقعد مرة تانية. وبنعرف إن المحقق إيفا واحد من رجال الزعيم دينو، وهو السبب في سجن بطلنا، والزعيم دينو بيطلب منه إنه هو يكلم القاضي عشان يحكم على بطلنا في أسرع وقت. وبيكون الضابط تشارلي قاعد مع إيجي وبيحاول إن هو يطلب منه إن هو يروح لآش ويتكلم معاه، لكن الصدمة إنهم لما بيوصلوا المستشفى بيكون خلاص حكم المحكمة صدر إنهم هيسجنوا آش في سجن الولاية. ساعتها ضابط أنطونيو بيتصل بتشارلي وبيطلب منه إنه هو يروح لشخص اسمه ماكس عشان يحمي بطلنا،
لأن السجن ده مليء برجال دينه، وعند رئيس السجن اللي بيكون قاعد وقدامه عدد من المساجين وبيوريهم صورة بطلنا وبيقول لهم إن ده هدفهم ولازم يخلصوا عليه. وبنشوف في السجن تشارلي وإيجي وإيبي قاعدين ومستنيين ماكس، وبالفعل ماكس بيجي وبنشوفه وبيبدأوا إن هم يسلموا عليه. بعد شوية بيحكوا له على كل الوضع اللي هم جايين عشانه. هو في الأول بيكون رافض لأن هو أساسا عنده مشاكل في السجن ومش ناقص مشاكل، وبيحمي نفسه بالعافية، لسه كمان عايزينه يحمي آش، ولكنه بعد إلحاح طويل بيوافق. وبيوصل آش للسجن وبيروح للزنزانة الخاصة بماكس. بعد كده هما الاتنين بيتعرفوا وبيسلموا على بعض. نعرف ان ماكس صحفي كان بيكتب في الجرايد في جريدة اسمها غريونيش. اليوم التاني بيروحوا هما الاتنين عشان ياكلوا، بيكون الجميع بيبص لبطلنا آش. ساعتها ماكس بيحذره انه هو يمشي لوحده. بالفعل بيروحوا وبياخدوا الاكل بتاعهم وبيقعدوا عشان ياكلوا، واتنين من المساجين بيبدأوا ان هما يتريقوا على آش ولكنه ما بيردش عليهم. ولكن وهم قاعدين بياكلوا بيجي عليهم واحد من المساجين اللي كانوا في غرفة رئيس السجن، وبيبدأ ان هو يتريق على آش وبيحاول ان هو يمسكه، ولكن آش بيفاجئه وبيضربه بالاكل في وشه وبينط عليه وبيبدأ ان هو يوجه له لكمات قوية جدا. لكن بيجي الحراس وبيفرقوهم عن بعض وبياخدوا آش وبيرموه في الحبس الانفرادي. في اليوم التاني بيخرج آش من غرفة الحبس الانفرادي. بيكون بطلنا قاعد في حديقة السجن وبيجيله الشخص اللي شفناه قبل كده وهو اتعارك معاه، وبيروحوا هما الاتنين للمكتبة. وبيجي ماكس بعد شوية وبيسأل المساجين عليه وبيعرف ان هو في المكتبة مع المسجون الخطير ده. ساعتها بيتصدم وبينطلق عشان ينقذه. لما بيروح هناك بيلاقي المسجون ده واخد عصابته وخلاص ماشي، بيتعصب جدا وبينطلق عشان يشوف ايه اللي حصل لآش، وبيتصدم لما بيلاقيه مربوط وجسمه كله كدمات. وبيروح لمستشفى السجن وبيعالج كل الكدمات اللي في جسمه وبياخد الدواء، كأنه بدل ما بياخد الحباية بيخبيها في ايده. بعد كده وبطلنا بيكون بياكل وبيسرح وبيقول بنانا فيش قدام ماكس. بيتصدم اول ما بيسمع كده وبيسأله هو جاب الكلمة دي منين. بطلنا بيستغرب من عصبية ماكس وبيسأله هو متضايق ليه. ماكس بيسأله عن غريفن يقول له مكانه لو يعرفه. يسأله لو عشان كده تشارلي طلب منه ان هو يحميه. هما الاتنين بيفضلوا يسألوا بعض، ولكننا مش هنعرف دلوقتي، نعرف في الليل لما بيكونوا قاعدين مع بعض. وماكس بيقول له ان في مقالة اتسربت من ضابط في المخابرات اتكلمت عن البنانا فيش، ولكنه ما وضحش هو كان البنانا فيش ده شخص او منظمة، ولكن الموضوع مرتبط بتهريب المخدات. فبطلنا بيسأله هو ليه بيطارد الشيء اللي اسمه البنانا فيش ده. ماكس بيعرفه ان هو كان ليه صديق في الجيش لما كانوا في العراق، جات له هلوسة وحاجات غريبة وبدأ ان هو يقتل في زمايله، وقال حاجة قبل ما يموت وهي البنانا فيش. ساعتها بطلنا بيتصدم وبيسأله عن اسمه. ساعتها بطلنا بيتصدم اكتر ولما هو بيقول له ان صديقه ده اسمه جريفن. بطلنا بيناديه باسمه الحقيقي. ساعتها ماكس بيتصدم. اتهاش بيعرفه ان هو اصلا الاخ الاصغر لجريفن. ساعتها ماكس بيتصدم جدا من اللي بيسمعه وبيكون فرحان ان هو قابل آش. بطلنا بيوقفه وبيقول له انت اللي اطلقت عليه النار واصبته في رجله وسبته يموت لوحده هناك. فماكس بيعرفه الحقيقة وان هو اطلق على كل زمايله وما كانش قادر يعمل حاجة غير ان هو يطلق عليه النار ويوقفه. بطلنا بيبدأ ان هو يعاتبه وبيكون متضايق منه جدا لان هو كان الصديق الوحيد لجريفن. بيقول له ان هو بسببه لغاية دلوقتي مش قادر يحرك رجله. ساعتها ماكس بيكون مصدوم لان جريفن بيكون لسه حي. طلنا بيتعصب عليه جدا وبيقول له ان هو حتى لو قابله مش هيعرفه، ده هو حتى مش عارف اخوه الصغير هيعرفه هو. يكون صوتهم عالي جدا فبيجي الحارس وبيقول لهم يناموا فورا، وبالفعل بيروحوا عشان يناموا. وفي صباح اليوم التاني بنشوف ماكس قاعد مع تشارلي وبيقول له ان هو عايز خلاص ينسحب من المهمة دي. وعلى الترابيزة المقابلة بيكون آش قاعد مع إيجي، وبعد ما بيتكلموا شوية وهما ماشيين آش بيسلم على إيجي وبيديله حاجة في الخباثة كده
وبعد ما آش بيمشي من المكان إيجي بيجري على الحمام وبيفتح الحباية اللي شفناها قبل كده مع آش وبيكون فيها رسالة مكتوب فيها: يا إيجي، أنا عارف إن ده خطر ولكني معتمد عليك. أنا عايزك تروح لمحل اسمه تشانج داي في حي الصيني وقابل هناك وانج، ولما تقابله عرفه إنك من طرفي وقول له ياخد اللي أنا اديته للطبيب مي ريديس ويقوم بتخبئته في مكان آمن. بالفعل بيروح إيجي للمحل الصيني وبيسأل 2 هناك عن المكان، ولكنهم بيتعصبوا عليه وبيسألوه هو عايز يروح هناك ليه، فبيعرفوا إن هو من طرف آش. فبالفعل بيقولوا له على طريق المكان وبيروح هناك، ولكنه مش بيلاقي وانج. بيمشي من هناك وهو متضايق جدا لأنه معرفش يعمل اللي آش قاله عليه، لكنه بيروح لشقة معينة وأول ما الباب بيتفتح بيظهر أرثر الحقير وبيثبته في الحيطة وبيقول له تعالى، ده أنا كنت مستنيك. بس يا صديقي هنا وصلنا لنهاية الحلقة. لو عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة، ومع السلامة.